ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جايب فكره فيديو جامد 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 جامد. بصوا بقى يا جدعان، طبعا انتوا مستغربين انا بصور فين وانا فين وايه الكلام ده. انا في دوام. انا بصور دلوقتي يا جدعان في اوضه، هي اوضه صغيره مش زي الثانيه، لان الاوضه اللي كنت بصور فيها خلاص ما عدتش هصور فيها، وباذن الله باذن الله هظبطها وهتكون حلوه يعني ان شاء الله. فالمهم ده مش موضوعنا النهارده، وعايزين نبدا في فكره الفيديو. بصوا بقى يا جدعان، فكره الفيديو بتاع النهارده بكل بساطه هتكون عباره عن ان انا المفروض هجرب اغرب خرافات الانترنت. تقول لي يعني ايه خرافات الانترنت؟ هقول لك دي كده شويه تجارب كده هنجربها مع بعض، بس هي ما اسمهاش تجارب، هي اسمها خرافات، بس ايه مشيها وهنسميها تجارب. فمعانا النهارده شويه تجارب كده هنجربها مع بعض، فانا مش عايز ارغي كتير وعايزين نجرب التجارب اللي معانا النهارده. بس قبل ما نروح نجرب التجارب دي ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، انزل دلوقتي حالا اعمل سبسكرايب للقناه، وبرده ما تنساش الفولو بتاعك على الانستجرام. ويلا بينا نروح نجرب اول تجربه معانا النهارده. اول تجربه معانا النهارده يا جدعان زي ما انتم شايفين جايبين بالونه، بيقول لك البالونه دي لو حكيتها في شعرك وحطيتها على الحيطه المفروض الخرافه دي بتقول اللي هي بتلزق على الحيطه. تعالى يلا اما نجرب ونشوف. اهو مش عارف انا ايه الشغل ده، مش عارف. اهو نعملها من كل ناحيه اهو زي ما انتم شايفين، والمفروض نلزق كده. مفيش اي حاجه باظت غير شعر تعري زي ما انتم شايفين. اول تجربه معانا النهارده ويلا بينا نروح للتجربه الثانيه اللي معانا النهارده. الخدعة التانية اللي معانا النهاردة يا جدعان عبارة عن ان انت المفروض هتشحن التليفون من غير شاحن. هتقول لي ازاي؟ هقول لك تعالى شوف في الفيديو. زي ما انتم شايفين يا جدعان جبنا الشاحن والتليفون اهو، والمفروض دلوقتي الفيشه اقول لك نحطها 10 مرات، والمفروض ان التليفون يشحن. فتعالى ادي واحد، المفروض ان التليفون هيشحن، ولا شحن ولا عمل اي حاجه. طبعا زي ما انتم شايفين تاني تجربه معانا النهارده يلا بينا نروح نجرب التجربه الثالثه اللي معانا النهارده. ثالث تجربه معانا النهارده يا جدعان اللي هي المفروض عباره عن الليمون بيمسح القلم الجاف. طبعا انت مش مصدق اكيد، فتعالى اما نجرب ونشوف. انا كمان مش مصدق زيك والله، بنسبه 90% او 100% مش هتنفع. ادي الورقه وادي نكتب اي حاجه. جيب الليمون طبعا اهو، نص ليمونه، خد شويه. يا سلام، ولا اي حاجه حصلت، لسه الجاف زي ما هو، ولا حاجه اتمسك. ويلا بقى ما نروح نجرب التجربه الرابعه اللي معانا النهارده. وبعدين بقى مفيش تجربه هتنفع النهارده ولا ايه؟ يا رب التجربه اللي هنجربها دلوقتي يا جدعان انا متاكد بنسبه 50% و50% كده ان التجربه دي هتنفع. المفروض يا جدعان التجربه دي عباره عن ايه؟ انك بتجيب ورقه او اي كراسه، والمفروض بتحط دبوس على الكراسه او الورقه دي، وبتجيب كوبايه حواليها، والمفروض بتلف الكوبايه كده حواليها، والمفروض ان الدبوس هيتحرك زي ما انا بقول لك كده. والله دي التجربه. فتعالى اما نجرب ونشوف التجربه دي هتنفع ولا مش هتنفع. هتحرك كده اهو، الدبوس عمال يروح معاك ويجي، يروح ويرجع اهو اهو اهو. يا رب بس تكون باين اهو. والله عمال يتحرك، تجيبه كده يجي كده، تيجي كده يروح كده. انا قلت بنسبه 50% التجربه دي هتنفع، وفعلا نفعت اهي زي ما انتم شايفين. فيلا بينا نروح نجرب التجربه اللي بعد دي. وزي ما انتم شايفين يا جدعان رجعنا تاني للبالونه، لان التجربه اللي هنعملها دلوقتي هي معتمده على البالونه باللازق. المفروض يا جدعان التجربه دي بيقول لك انك بتجيب البالونه مثلا اهي، بتجيب لازق تحطه من هنا او من اي ناحيه يعني، والمفروض هتجيب مسمار وتدخله جوه البالونه، والمفروض البالونه ما تفرقعش زي ما انت سمعت كده والله. يلا اما نجرب ونشوف. زي ما انت شايف ادينا جبنا حته لازق صغيره، والمفروض انك هتعمل كده من اهو مثلا زي ما انت شايف، والمفروض ان البالونه بيقول لك مش هتفرق. فتعالى اما نجرب ونشوف. بسم الله. المسمار جوه اهو، ما فرقتش ازاي؟ لا بصراحه عاش والله عاش. ويلا بينا ما نروح نجرب التجربه اللي بعد دي. التجربه اللي بعد دي يا جدعان عباره عن المفروض انك بتجيب ورقه وتجيب القلم الفوسفور ده وبتكتب اي حاجه. يعني مثلا هنكتب، كتبنا زوز اهو زي ما انتم شايفين. فالمفروض يعني التجربه دي زي ما انت شايف انت كتبت اهو، والمفروض بتجيب ليمون تاني برضه. طبعا التجربه دي ما نفعتش مع الجاف، والمفروض ليه هتنفع مع القلم الفوسفور. فتعالى اما نجرب. القلم الفوسفور نفس لون الليمون فممكن يجامله ويتمسح. فتعالى اما نشوف ونجرب. زي ما انت شايف ادي الليمونه، هناخد بس شويه ايوه، المفروض هتعمل كده ويتمسح. نفعت يا جدعان والله، حرف الزد اتمسح اهو. نجرب تاني، نرش على الورقه يمسح الكلمه. اتمسحت كلها يا جدعان، قسما بالله اتمسحت كلها يا جدعان. ازاي ورقه فاضيه اهي. هتجيب القلم الفوسفور ده تكتب اي حاجه، كتبنا اي حاجه اهو. هتجيب حته ليمون اهو زي ما انت شايف اتمسح ازاي.
وبس كده يا جدعان، ده كان فيديو النهارده ورب يعجبكم. ولو عجبك الفيديو ده يا جدعان ما تنساش تعمل لايك جميل بتاعك وانزل دلوقتي حلقه، اعمل سبسكرايب للقناه، وبرده ما تنساش الفولو بتاعك على الانستجرام. ولو عجبك الفيديو ده يا جدعان ممكن نعمل منه جزء تاني ونجيب خرافات غير دي ونجربها. طبعا هي اسمها خرافات بس احنا قلنا عليها تجارب فمش هتفرق يعني. خلاص يا عم عشان ما تزعلش هنجيب تجارب تاني. وبس كده يا جدعان، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.